السلام عليكم ورحمة الله. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بصور ولقطات جديدة للفنانة الجزائرية سهيلة معلم، وين ظهرت في أجواء مختلفة تماما عن الأعمال اللي تعود عليها الجمهور، وسط ديكورات فخمة وطابع تركي واضح خلى المتابعين يدخلوا في موجة كبيرة من التساؤلات والتخمينات. يا درا واش راح دير سهيلة هذه المرة؟ الصور المتداولة بينت سهيلة بإطلالة أنيقة ولوك جديد شد الانتباه مباشرة، خاصة مع طريقة التصوير السينمائية والأماكن اللي بنوا في الكواليس واللي تشبه بزاف للأعمال التركية المعروفة. هذه اللقطات خلات الصفحات الفنية والجمهور يتساءلوا واش راهي تحضر سهيلة هذه المرة، وهل فعلا كان مشروع كبير خارج الجزائر. بعض الفيديوهات القصيرة اللي انتشرت عبر الانستغرام والتيك توك زادت شعلة الفضول أكثر، خصوصا بعد ظهور سهيلة في مشاهد درامية رومانسية وسط أجواء توحي بعمل ضخم يتم التحضير له بسرية كبيرة. المتابعين لاحظوا حتى التغيير في ستايل وطريقة الظهور، وين بانت بشخصية مختلفة تماما عن أدوارها السابقة. الجمهور الجزائري تفاعل بقوة مع الموضوع، والتعليقات كانت بني متأكد باللي كان مفاجأة كبيرة جاية. ومن جهة أخرى زاد تكهنات بعد تداول صور من الكواليس، قيل إنها صورت خارج الجزائر مع ديكورات وأماكن تشبه بزاف الأحياء التركية المعروفة. الشيء هذا خلى المتابعين يربطوا بين اللقطات وبين احتمال وجود عمل جديد بطابع مختلف. ورغم الانتشار الكبير للخبر، فضلت سهيلة معلم لحد الآن تحافظ على الغموض وما علقتش بشكل مباشر على الصور والفيديوهات المتداولة، وهو الأمر اللي خلى الفضول يكبر أكثر عند الجمهور اللي راهو ينتظر أي تصريح أو تلميح جديد منها خلال الأيام الجاية. ويبقى السؤال اللي راهو مطروح بقوة بين المتابعين، واش تخبي سهيلة معلم وراء هاد اللقطات؟ وهل فعلا الجمهور على موعد مع مفاجأة فنية كبيرة؟ الأيام القادمة وحدها راح تكشف الحقيقة. ربي يحفظك يا سهيلة معلم.